السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ الوصفات. كما راكم تشوفوا في بداية الفيديو، اليوم جبت لكم خبز خفيف وقطني بمقادير سهلة وبسيطة. ما عليكم غير تبعوا معايا الوصفة. نبداو بسم الله. عندي كاس ونص ما دافي، نضيف له مغرف كبيرة خميرة الخبز، مغرف كبيرة سكر، نخلط بالفوي مع بعض، نخلطهم مليح مليح. نجي هنايا نضيف لهم 4 مغارف تاع زيت. هذا الزيت يعطي له واحد الخفوفيه بزاف مليحه. ونجيب حبه تاع بيض، ندير البياض والصفار نحتفظ به للاخر كما راكم تشوفوا معايا. نخلط كلش مليح مع بعض. نجيب هنا الفرينه، ندير شويه تاع فرينه وندير الملح حسب الرغبه، ونبدا نلم في العجينه تاعي. الفرينه روحوا غير بشويه بشويه، هذا الخبز ما يبغوش يكون ناشف، لازم يكون طالق روحه، لازم العجينه تلصق في اليد باه يجيكم خفيف. هنا نزيد له غير شويه تاع فرينه. وكتشوفوا معايا القوام تاع العجينه كيفاه يكون يتلصق في اليد، طالق روحو بزاف. هنا كما راكم تشوفوا العجينه راهي تلصق في يدي. ندير يدي في الماء ونبدا نخبط في العجينه. كما نعرفوا الفرينه ما تديش دليك بزاف كيما السميد، بالخف تطلق روحها. كل مره ديروا يدكم في الماء وخبطوا العجينه كيما هكا، مامبا واحد 2 دقائق 3 دقائق، ماشي بزاف. هنا خلاص العجينه تاعي راهي واجده، نخليها على جهه ونجيب البلا اللي راح نديرها فيه. انا عندي هذا البلا كبير شويه، بغيتوا ديروا خبزات صغار ديروا خبزات صغار، انا درتها خبزه كبيره ديريكت. درت له شويه زيت، دهنت البلا بالزيت، ونجيب هذيك العجينه ونسقمها هكا في هذاك الزيت باه ما تلصقش معايا، ونديرها بشكل دائري. هنايا بعد ما درت لها كيك خليتها تريح واحد 5 دقائق ورجعت ليها وخبزتها. كما راكم تشوفوا تساعدني بزاف في الخدمه كي تدخلوها تريح. شوفوا انا درتها خبزه كبيره، تبغوا ديروها خبزات صغار تاني تجي شابه، ولا ديروها في بلاكاري ولا كيما تبغوا. هنايا بعد ما كملتها نديرها بصبعتيه هكا، ندير لها خطوط بالصبعتيه يعطيها شكل شباب وحاجه خفيفه ظريفه كما راكم تشوفوا. وهنايا ندير خطوط بالعكس. هذا الخبز بزاف يجي خفيف، ترافقوه مع سوب مع حريره، ديروه في رمضان والله تاني بزاف مليح. غير تجربوه على بالي راح يعجبكم بزاف بزاف. هنا بعد ما كملتها عندي هذيك الصفار اللي خليته مقبل، ضفت له شويه تاع حليب وندهن العجينه بالبانسو. هذا الصفار يعطي له واحد التحميره بزاف شابه للخبز تاعنا. في الاخير ندير له سانوج ولا حبه طيبه اللي عندكم، نديرها في هذوك الخطوط تعطيها شكل شباب، وتاني يعطي لها واحد البنه واحد الريحه للخبز نتاعنا ما نستغناوش عليه. هنا بعد ما ندير هذوك ساروج كاع في هذاك الخطوط نخلوها تخمر. هذا الخبز ديريكت يخمر في السنيوه، ما كان له تخمروهم بعد تعاودوا تعجنوه، يخمر ديريكت مو في البلا. ولازم الفور تاعكم كي تروحوا طيبوه لازم يكون سخون، نطيبوه على 200 درجه. كما تعرفوا الخبز والمملحات كاع يبغوا درجه الحراره بزاف. شوفوا هنايا كي كملتها خليها تخمر كما قلت لكم من قبل. شوفوا كيف خمرت وضعف الحجم تاعها.
ندخلها انا يطيب على 200 درجه. بعد ما دات لي هذيك التحميره الشابه، شوفوا كي جات ما شاء الله، راه يشهي هذا الخبز، راهو هنايا سخون بزاف. نجي نقسم معاكم تشوفوا كيفاه جا من الداخل، تا يشهي. وجاتني الخبزه كبيره ما شاء الله، شوفوا كي جات خفيف 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 بزاف، خفيف كيما البريوش. شوفوا كي جا ما شاء الله، لا غير بزاف بنين وخفيف، روعه روعه هاد الخبز، غير جربوه على ضمانتي. ما تنساونيش بالجيم، اشترك في القناه، تبارطاجوا لا فيديو. سلام.